اهلا اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الورد عليكم. النهارده انا معاكم. اتاسف ان ياسمين مش معايا النهارده، ندعي لها كده ربنا يشفيها، وان شاء الله هبقى انا معاكم النهارده. بس طبعا الحلقه مش حلوه من غيرها، بس يلا نقوله بقى الحمد لله والف سلامه عليك يا ياسمين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض منيو جميل قوي، لكن قبل ما اعمله هقول لكم زي كل مره وحشتوني وبتوحشوني ودايما هتوحشوني. يلا بينا نعمل النهارده منيو لذيذ جدا. هعمل لكم ايه النهارده؟ هنعمل 3 وصفات. الوصفه الثالثه ادعوا كده يكون في وقت ونعملها ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده اول وصفه السجق البيتي. يعني ايه السجق البيتي؟ انا هعمله بنفسي، هديكوا الخلطه وهنعملها وهتبقى سهله وجميله، ومش هنشتري من بره اي حاجه لاني بطريقه اقتصاديه وانا ضامنه لحمتي وحاجتي. وهنعمل مع بعض كمان مكرونه بصوص الشيدر ان شاء الله تعجبكم. والوصفه الثالثه ان امكن ان شاء الله وهيبقى في وقت باذن الله هنعمل مع بعض مهلبيه البطاطا بالكراميل. يلا نبدا ونقول مقاديرنا في اول وصفه. اول وصفه معانا ان شاء الله هنجيب كميتي اللي انا عاجبها، نجيب ربع، او انا كاتبه في اليونيو نص، لكن انا هعمل باقل حاجه لان احنا بنجرب. هنجيب ربع لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه هيكون فيها حوالي 10% من الدهون. تمام. هنجيب بقى اهم حاجه معانا، هنجيب الفول الصويا مع بعض، وهنجيب مع بعض فلفل وملح، واهم حاجه بهار السجق. وبكده هتكون سهله جدا، ويلا بينا نشتغل مع بعض. هشيل بس كده شويه لحد ما نبدا ان شاء الله. تمام، خلينا كده يلا بينا. بصوا بقى معايا، هبتدي اجيب اللحمه المفرومه. هعمل ايه؟ اهم حاجه عندي الفلفل الاسمر. تمام. وكمان معايا بهار السجق، هنجيب من عند عطار كويس جدا، هنطلب منه البهارات للسجق. اهم حاجه جوده المكان. تمام زي ما احنا شايفين كده. ومش هننسى الملح، ما نكترش الملح لان البهارات بتكون اساسا فيها ملح. تمام. وتوم باودر، وكمان معانا الفول الصويا، بس المفروض اكون نقعاه زي ما احنا شايفين، بس مفيش مشكله احنا هننقعه لان انا نسيت انقعه، فمفيش مشكله احنا هننزله كده بطريقه جميله، حاجه بسيطه جدا. هو هيطرى مع اللحمه، يبقى هنحط فول صويا، فلفل اسود، هنحط ملح، هنحط بهارات السجق اهم حاجه زي ما احنا شايفين. وبكده خلاص احنا عملنا احلى لحمه من السجق. هبتدي بقى اعجنها بالطريقه دي، اعجنيها كويس قوي. بصوا العجنه مهمه جدا. قلنا ايه؟ حطينا فول صويا، ملح، فلفل، بهارات سوري السجق، وكمان توم باودر. واهم حاجه اللي بتدينا التست العالي، بصوا تومه مفرومه بالشكل ده. تمام اهو، احنا كده عملنا اهم خلطه للسجق. بصوا اعجنيها بقى حلوه قوي، حطيها في الكبه زي ما انت عايزه. كده احنا خلصناها بالشكل ده. علشان هبتدي اشتغل فيها هنزل بس بالزيت بسيط. تمام. بصوا بقى اهم حاجه عندي التصبيعه نفسها. بعمل ايه؟ ممكن تجيبي كيس حلواني عادي جدا، وبعد ما تجيبي كيس الحلواني بتبتدي تنزليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا اهي عاملها ازاي. بصوا هبتدي كده حاجه بسيطه 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 صغننه قوي كده، او بكيس الحلواني حاجه خفيفه، وهتبتدي تترص معايا هنا بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين اهو، وهتطلع معايا بالشكل ده. بصوا معايا انا محضره طبعا شويه بالشكل ده. تمام. يلا بينا بقى ننزل كده، تقطعيها تعملي زي ما انت عايزه. ادي هنا معانا السجق بالشكل الجميل ده، وهنبتدي نقلبه بقى كده. طبعا احنا هنقطعه ازاي؟ انا بحب ان انا اخليه، هو على فكره في حاجه تكه تتعمل بالنسبه للسجق، بعد ما تبتدي تصبعيه تسيبيه يشمع شويه، يعني بره يشم الهواء، وبعد ما يشم الهواء هنحطه في الفريزر.
هيطلع معانا بالشكل ده. وهبتدي اعمله شاورمه السجق. انا هبتدي اقطعه وهوريكم ان هو هيفضل زي ما هو موجود كده، مش هيفك معايا. بصوا اهو بالشكل ده. هبتدي اعمله كده. هنا بقى هبتدي اجهز حاجه بسيطه عبال ما يبتدي يستوي معايا. بصوا هبتدي احطه بالشكل الجميل ده. سيبيه بقى يبتدي يستوي على النار بطريقه جميله. حابه تحطي فيه شويه من الميه عشان ياخد السوى براحتك. انا بسويه كده ليه؟ لان انا لسه هحط له بصل. البصل ده اهو هينزل ميته وهيتكرمل معاه. خليه بقى عبال ما يستوي معانا. تعالوا نعمل الوصفه الثانيه. بصوا يبتدي تقلبيه، عمره ما هيتفك معاكي. ده طريقه السجق البيتي بخلطه جميله جدا. بس اللي انا عايزه اقوله لكم فول الصويا يتنقع شويه. تمام. الوصفه بقى الثانيه سهله جدا، هنشتغل فيها عبال ما يبتدي يستوي السجق معانا. هنعمل مع بعض ان شاء الله مكرونه بصوص الشيدر. اكله سهله لاولادنا ولذيذه جدا. يلا بينا نشتغل. بس اقول لكم المقادير الاول. هاتي اي كميه من المكرونه، وهنجيب لتر لبن او حسب كميه المكرونه، وهنجيب ميكس جبنات شيدر رومي، اي حاجه من الحاجات دي كلها، مرقه زبده، معلقه واحده من الدقيق. ويلا بينا تعالوا نشتغل في المكرونه. بصوا هبتدي اعمل بس الصوص الجميل بالشكل ده. اهم حاجه معانا في الصوص بالشكل ده قطعه الزبده، دي العامل المهم معانا. وكمان معلقه واحده من الدقيق. بصوا معايا مش هكتر عن معلقه دقيق. ابتدي اديها اللون الاصفر الجميل. بصوا معايا ما تكتريش، احنا مش بنعمل بشاميل، احنا بنعمل صوص. هبتدي بقى انا شغاله. بصوا هتبتدي تقلبيها كده. عايزه تسويها بشويه من الميه اوكي، لكن انا عايزه اسويها كده مع بعضها زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى هنا نعمل الصوص الشيدر الجميل. اول ما يبتدي يصفر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بصوا هنزل بنص لتر من اللبن. تمام. هعمل ايه؟ ابتدي ابهره. هننزل بشويه من الملح مش كتير. المكرونه تعالوا نعيد المقادير بسرعه. اي كميه من المكرونه هتكون معانا نص لتر من اللبن، مكعبين من الزبده، وكمان معانا كركم بسيط علشان يدي لون حلو، وملح وفلفل وميكس جبنات. ده صوص الشيدر اللي انا بشتغل بيه. بصوا بقى معايا هيبتدي بالشكل ده تتقل معانا. اهم حاجه عندي المرقه بالطعم. سوري معلش حصل خير. طبعا اي حاجه بتحصل في المطبخ عادي جدا زي ما احنا شايفين. وبعد كده تعالوا بس عبال ما الصوص يبتدي يتقل، هنزل كده هنا بالفلفل على السجق وابتدي اقلبه واسيبه بقى يستوي. لا احنا حطينا البصل. معلش على فكره ياسمين كانت بتنفعني خالص، كانت بتفكرني بكل حاجه. بصوا اهو نزلنا بالبصل. البصل ده هينزل ميته وهيستوي بيه السجق لما تنزل عليه ميه البصل وبنكرمله. انا ملخبطاكوا شويه معايا بس الوقت طبعا. بصوا بقى اهو ابتدت معايا صوص الشيدر بالشكل الجميل. ابتدي انزل عليه بشويه من ميكس الجبنات وابتدي اقلبه. احنا كده عملنا صوص جميل جدا. هنقلب مع بعض السجق. شفتوا بقى ما فكتش ازاي؟ انا عايزه بس اوريكم ان هنا السجق معايا ما فكش لان انا سبته يشمع.
فابتدى يبقى معايا بالشكل ده، وتقطعيه صغير عادي جدا. يلا بينا. ابتدي انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بالمكرونه. تمام. وهنبتدي نقلبها، وخلاص خلصت معانا بالشكل الجميل، وهنبتدي نشيلها في ساعتها. كده عملنا، بصوا المطه شايفين؟ انا عايزه بس اوريكم فيها مطه جميله جدا، مش عارفه الكاميرا جايباها ولا لا. كده خلصنا الحمد لله وصفه المكرونه بصوص الشيدر. ومعانا السجق ابتدى، بصوا البصل هيبتدي يتشمع، ودي هتكون اخر حاجه في التسويه معانا. والله الحاجه في البيت جميله جدا، انا عايزاكم تجربوه بالشكل ده. هبتدي بس اجيب ميه ثواني علشان كمان طبق نبتدي نقدم نقطه كده خالص من الميه بسيطه كده. خلاص والحمد لله دخلت في السوا. بصوا انا هسيبها بقى شويه، وهقول لكم حاجه عن السجق. السجق البيتي او اي حاجه من المصنعات البيتي بتبقى جميله جدا. يا ريت ان احنا نبتدي نتعلم الحاجات دي، لانها سهله جدا ونضيفه، وضامنين طبعا اللحمه بتاعتنا، ضامنين اي حاجه في البيت. على فكره شغل البيت جميل، اتعلميه وبجد هتوفري، هتاكلي حاجه مضمونه، هتعرفي لحمتك ايه. بصوا انا عملته في البيت ما فيهوش اي حاجه، لحمه، فول صويا، بهارات، فص ثوم، وهو دي المكونات. الفرق ايه؟ الجلده لا احنا مش عايزينها، لو حابين بقى تشتروا من بره هتبقى هي دي الفرق بيني وبينهم. وبكده استوت. بصوا دخلت في السوا. ابتدي اخر حاجه هبتدي انزل بالفلفل، اي نوع فلفل. انا بعملها شاورما كده، بتعتبر شاورمه السجق البيتي. تقريبا خلاص خلصت معانا بالشكل الجميل. هسيبها على النار تبتدي تاخد وضعها. هعمل ايه؟ هبتدي ابهرها تبهيره بسيطه، رشه من الملح خفيف جدا، هي اساسا متبهره. انا حطيت الملح ليه؟ علشان البصل او علشان الفلفل يبتدوا ياخدوا طعم اللحمه والميكس الجميل بتاع السجق البيتي. عملنا شاورمه السجق البيتي الطريقه الجميله. هسيبها كده على النار، هتبتدي تستوي وهتبقى جميله جدا، وهتجربوها وهتعجبكم قوي 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 ان شاء الله. تعالوا نقدم المكرونه بالشكل ده. الطاسه طبعا تقيله عليا، فانا هقرب الطبق وابتدي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدم اول وصفه سهله حلوه لست البيت. بصوا يلا، انا بس عايزه اوريكم كده، هوسع لكم. تمام. وهنبتدي بس نشيل كده شويه، ويلا بينا نقدمها بالشكل الجميل. الحاجات دي غاليه جدا، الحاجات دي بنعملها تيك اواي. طب وليه؟ ما احنا نبتدي نعملها ببيتنا، هتطلع بالشكل اللذيذ. بصوا زي ما احنا شايفين كده، نقولوا بسم الله. يلا بينا نعمل بقى ديكوريشن. العين بتاكل الاول زي ما احنا اتفقنا، وهنبتدي كده حاجه بسيطه، اي نوع خضره بنكسر اللون. بصوا بالشكل الجميل. وبكده ايه رايكم؟ خلصنا مع بعض المكرونه بصوص الشيدر بطريقه سهله جميله. طبق زي ده بيتجاب غالي جدا، عملناه في البيت لاولادنا وان شاء الله هيعجبهم. تعالوا نقدمه، نقول بسم الله. طبعا كل ده هنروق الدنيا ما تقلقوش يعني. وكمان احلى حاجه كمان ان احنا ابتدينا، بصوا دخل في السوا اهو. استوى بايه؟ استوى بالبصل. البصل لما نزل عليه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، نزلت ميه البصل، ما حطيتش ميه، سوت شاورمه السجق اللي انا عملتها. وعملنا الصدق البيتي. انا بقول صدق يا جماعه لان انا اسكندرانيه، فما تاخدوش على كلامي خالص، كل واحد واللغه بتاعته زي ما احنا عارفين، بس انا عارفه ان اسمه صدق. المهم في الاخر ناكل حاجه حلوه. تمام.
الحمد لله خلاص بالشكل الجميل. هبتدي بقى اعمل ايه؟ اخر حاجه لما نبتدي نقدم اي شاورما او اي لحمه او اي لحوم في الدنيا، ان احنا بنعمل ايه؟ نبتدي ناخد كده شويه من الطماطم، والحبه التانيين هعملهم ديكوريشن جميل جدا. هبتدي ارمي عليه فلفل سبايسي. بصوا ادينا اهو خلصنا وسيبناه ياخد تشميعه، وفي اقل متهيألي من 15 دقيقه عملنا مع بعض منيو جميل جدا زي ما احنا شايفين. هسيبه ياخد السوا بتاعه، ما تستعجليش عليه. حابه تديله ريحه الفحم، قطعه من الفحم صغيره هتحطيها على النار. انا بحب على فكره التكه دي جدا، تكه الفحم بتدي تست عالي، بتدي طعم جميل جدا. هتبتدي توسعي كده بورقه الفويل وتحطي قطعه من الفحم وتغطي عليه، وكلي احلى سجق بيتي خطير، وبجد بجد هيعجبكم جدا. والحمد لله احنا في وقت صغير جدا زي ما احنا شايفين خلصنا منيو لذيذ، منيو جميل جدا. اتمنى انكم تجربوها بجد هتعجبكم جدا. تعالوا نقدمها مع بعض. نقول بسم الله. بصوا بقى معايا، شايفين اديها اهي خلصت وما خدتش وقت معانا. بس انا حابه ان انا بصوا في شويه ميه، انا مش عايزاكي تخلي في ميه كده في الاكل خالص. فانا هعمل ايه؟ هبتدي انقلها هنا على، بصوا شايفين بقت عامله ازاي، على حاجه عاليه، نار عاليه، تبتدي تسويها بالشكل ده. عملنا شاورما جميله على فكره. مش هما مش متوقعين ابدا ان انا ممكن في الفاصل الاول اخلص الوجبتين في وقت بسيط جدا، بس انا قلت لهم انا هخلص في وقت بسيط علشان انا بحب السرعه، ان احنا ما بنقفش على وجبه واحده، لا احنا بنخلص حاجه نحط حاجه على النار ونبتدي نشوف اللي وراها، وبتطلع الاكله جميله. طالما انت بتعملي اكل بحب كل اكلك هيطلع جميل جدا. بس عايزه اقول لك حاجه، اتقني في ماتيريال الاكل. يعني انت لو جبتي ربع كيلو وحاجه نظيفه وحاجه جميله جدا، ابرك ما تجيبي كيلو ماتيريال مش حلو. منك هتاكلي اكله حلوه، منك هيخش في جسمك وتكون حاجه مفيده جدا، وحبيتي الاكله جميله. ولو كلنا لقمه صغننه بماتيريال حلو، نوع لحمه حلو، نوع فراخ حلو، احسن ما اكل حاجه كتير ممكن تخش طبعا جسمي وتاذيني. كده الحمد لله شايفين خلصت اهو بالشكل الجميل ده. وهننقل ان شاء الله شويه كده على الوصفه الثالثه. لسه الميه انا مش عايزه يعني اجي جنبها خالص، الا زي ما قلت لكم الميه لو نشفت ضمننا كده ان احنا خلصنا. هحضر بقى الوصفه الثالثه، هقول لكم عليها سهله سهله جدا جدا جدا. بس مش عارفه هل اطلع فاصل ولا اعمل فاصل. خش عادي اوكي، قالوا لي خش فيها. اخش على الوصفه الثالثه على طول، خليها بقى تتشمع كده شويه ويلا بينا على الوصفه الثالثه. حاجه كده لذيذه هنعمل مع بعض النهارده، مهلبيه البطاطا بالكراميل. ايه مهلبيه البطاطا بالكراميل؟ تعالوا بقى لما اقول لكم. اول حاجه هبتدي اجيب زي ما احنا شايفين كده حله، هنزل باللبن تمام، وهسيب حبه صغننين قوي لعل وعسى ابقى انا عايزاهم. جميل. ابتدي انزل بالبطاطا. بصوا معايا ادي البطاطا اهي. البطاطا طبعا تكون، بصوا انا عايزه اوريكم البطاطا مهروسه بالشكل اللي احنا شايفينه. المقادير ايه بقى؟ اي كميه من البطاطا تكون متواجده عندك، ونص لتر من اللبن، وباكت كريم كراميل اللي هو البودر، وسكر وفانيليا، وبس كده. وهنشوف التكات واحنا شغالين مع بعض. ادينا نزلنا اهو بالبطاطا. بطاطا جميله، الموسم بتاعها دلوقتي. البطاطا جميله جميله مغذيه جدا. انصحكم انكم فعلا تعملوا المهلبيه دي وتاكلوا بطاطا كتير على فكره، لانها مغذيه وجميله وبتدفي. بصوا قلبوها بقى كويس. شايفين انا عايزه الكاميرا تجيب اللون اتحول معايا ازاي مع البطاطا. بصوا ادينا اهو دوبنا اللبن والبطاطا زي ما احنا شايفين. ايه بقى الاضافات؟
الاضافات معايا، هجيب كل الحاجات دي جنبي. الاضافات قبل ما احطها على النار ممكن ارفعها علشان اكسب وقتي. هنبتدي نحط زي ما احنا شايفين معلقه كبيره كريم كراميل، معلقه كبيره من النشا، ما تكتريش، معلقه كبيره من السكر. بصوا هننزل بالسكر كده، طبعا السكر ده حسب الرغبه زي ما احنا شايفين. وكمان حاجه جميله، رشه من الفانيليا بس كده. هنبتدي بقى نقلبيها حلو. احنا كده نعتبر الوصفه كل اللي فيها اللي هي مجرد ما تتقل معانا هنبتدي ننزلها في، بصوا هنبتدي ننزلها طبعا في طبق، في كاس، زي ما احنا عايزين. انا هقول لكم على حاجه جميله، ان انا هنقل هنا عشان اخلص بسرعه في العين دي، وابتدي اسيب هنا. هنخلص كله وهناخد بعد كده ان شاء الله فاصل عشان نقدم وتشوفوا الاكل بعد ما اخلص كله عامل ازاي. ادينا اهو عملنا البطاطا، فيها حاجه سهله جدا. بصوا البطاطا طالعه معايا ازاي. ابتدي بقى اقلبيها. حطينا بطاطا مهروسه، حطينا نص لتر من اللبن، معلقه كبيره كريم كراميل البودر بواكي بتتباع، وفانيليا، ومعلقه من النشا. بصوا هبتدي بقى اقلبها كده وهتخش معايا في السوا بس. تمام. بصوا معايا عبال ما بتبتدي معانا مهلبيه البطاطا تبتدي تغلي وهنا يستوي، هنطلع فاصل دقايق وراجعين، محدش يقوم من مكانه علشان نشوف الوصفه كامله. يلا نطلع فاصل. وخلصنا زي ما احنا شايفين السجق البيتي اللي حولته لشاورما جميله جدا. شاورمه السجق حولتها بطريقه جميله جدا. عملنا كمان مكرونه بصوص الشيدر جميله جدا، بتتجاب بره غاليه على فكره. احنا ممكن نزود مثلا اللبن شويه، نحط كريمه الطبخ جميله جدا. بصوا لو الواحد بينسى ولا حاجه، ده العادي بتاعنا كلنا طبعا. ممكن نحط كريمه الطهي جميله، بتدي طعم وتست حلو قوي، وبنقدمها بالطريقه اللي احنا شايفينها. وكده كمان بصوا الجمال بقى. خلصنا مع بعض زي ما احنا شايفين مهلبيه البطاطا بالكراميل. تعالوا بقى نقدمها، نقولوا بسم الله. ايه رايكم؟ حاجه جميله تدفيكي في الشتاء وتقوليش لحد عليها لانها من الاكلات الجميله جدا اللي انا فعلا بحبها. بوسع شويه، يلا اهو. وبكده طبعا البطاطا بتحب القرفه، حاجه من القرفه خفيفه. ويا رب يكون المنيو النهارده عجبكم بالشكل الجميل ده. وانتظروني ان شاء الله كل يوم 2 4:30 في البيت وناسه. ويلا اشوفكم على خير وباي.